ازيكم؟ لو جربتي تعملي الملوخية بالطريقة دي هتعتمديها دايما. هقولك على تكاية كده هتودي طعمها في حتة تانية. اعتقد شكلها بيتكلم عن نفسه. لو هي ما بتظبطش معاكي او في اي غلطة بتقعي فيها ما بتطلعهاش زي ما انت شايفة كده، تابعي الفيديو ده هيفيدك جدا. لو اول مرة تشوفيني حطي لايك للفيديو واشتركي في القناة، فعلي جرس التنبيه عشان يوصلك كل جديد مني، وهدخل معاكم في الطريقة على طول. في البداية محتاجة اعمل شوربة حلوة قوي، لان هو ده الاساس في الملوخية اللي هيطلع طعمها حلو جدا. محتاجة شوربة مركزة ويكون طعمها حلو. جبت حلة عندي على النار، حطيت فيها معلقة من السمنة مش كبيرة قوي، ونزلت بيه اللحمة بتاعتي بعد ما الحلة سخنت كويس جدا عشان اديلها صدمة من كل الجهات. انا مش عايزة اللحمة تكون متحمرة، انا عايزاها بس تاخد تشويحة مع كل المكونات اللي انا هحطها دي. نزلت بشوية صغيرين كده من الحبهان، كام ورقة من ورق اللورة، بصلاية كبيرة مقطعة نصين، وطماطمية كبيرة برضو مقطعة نصين. لو عندك جزر حطي نص جزرة مقطعة مكعبات كبيرة شوية. وهبتدي اقلب الكلام ده كله مع بعض كده مش اقل من دقيقتين 3 على النار. التشويحة دي بتدي طعم حلو جدا ولون كمان حلو جدا للشوربة، بتخليها مركزة معاكي جدا زي ما هوريكي دلوقتي. هفضل اقلب فيهم كده على النار يعني. اول لما احس ان الطماطم عندي دبلت كده بسيط، هبتدي انزل بشويه كده من الميه المغليه. ما تنزليش بميه بارده عشان ما تلاقيهاش الشوربه معاكي عكرت، لازم ميه تكون مغليه. حطيت شويه صغيرين من الفلفل الاسود، ولو عندك فلفل اسود حب يكون افضل. فقلبتهم كده مع بعض تقليبه كويس جدا. ما حطيتش ملح دلوقتي، الملح بعد التسويه. سبت الميه تغلي عندي يعني حوالي دقيقه كده، واول لما يظهر ريم على الوش زي ما انت شايفه كده ببتدي اشيله. كل ما يظهر ريم على الوش بشيله. الريم ده لازم تشيليه لانه بيكون زفاره، وكمان بيعكر الشوربه معاكي. سبت الحله بتاعتي على نار متوسطه لحد ما اللحمه بتاعتي تستوي. انا خدت جزء من الشوربه على في حله متوسطه كده اللي هعمل فيها الملوخيه، وزودت الشوربه اللي في الحله الاساسيه. بالرغم ان انا زودتها، شايفين لون الشوربه شكله عامل ازاي؟ مش قادره اقولك ريحتها بتكون قلبة الدنيا حرفيا. يعني مستوية مظبوط، مش محتاجة ان انا احط بهارات كتير تغمق معايا الشوربة. جبت بقى الحله بتاعتي اللي هعمل فيها الملوخيه، حطيت فيها حوالي 3 مجات كده من الشوربه، لو احتجت بعد كده هزود. حطيت فيهم معلقه صغيره مليانه من الثوم المفروم مع الفلفل الاخضر. حطيت نص قرن فلفل اخضر حراق، دقيتهم مع بعض في الهون، ونزلت على الشوربه بتاعتي وسبت الشوربه تغلي يعني مش اقل من 5 دقايق. وبعد ما طعمتها، لو الشوربه عندك مش مركزه اللي انت بتستعمليها، لازم تحطي مكعب مرقه. بعد كده نزلت بالملوخية بتاعتي اللي انا غسلاها، قطفتها وغسلتها ونشفتها وخرطتها كويس جدا. وانا بحب اخرط الملوخية ناعمة قوي، هو ده اللي بيخليها تعمل جزء من الريم على الوش. وبعد كده هنشيله. بعد ما نزلت بالملوخية بتاعتي ببتدي اقلب فيها زي ما انت شايفة كده، ولازم احط رشة من السكر. انا هنا كنت عاملة حوالي كيلو من الملوخية، حطيت نص معلقة صغيرة من السكر. مش هتطلعها مسكرة ولا اي حاجة، بس بتدي طعم مميز جدا للملوخيه بتاعتك. بفضل اقلب. انا نسيت اقولك ان انا لما نزلت الملوخيه في قلب الشوربه وطيت درجه الحراره بتاعه البوتاجاز على الاخر عشان ما تغليش معايا. المفروض ان الملوخيه بتاعتك ما تغليش، مجرد ما هي بتقلب من الجنب كده بتبتدي تطفي عليها. في المرحلة دي بعد ما فكت معايا كده، ابتديت اشيل الزيادات اللي على الوش اللي هو الريم اللي انا قلتلك عليه، وهو ده القوام المظبوط بتاع الملوخية. طبعا الحركة اللي انا عمالة اعملها دي هي اللي بتديني عرق للملوخية. لازم تعمليها كده، بتطلع معاكي القوام بتاع الملوخية بعد كده مظبوط جدا. في المرحلة دي انا كنت خلاص طفيت على الملوخية. خدي بالك الملوخية ما بتغليش، لو غليت كتير هتسقط، ولو غليت كتير كمان هتسود. وبعد ما بخلص وبطفي عليها بسيب الحلة مكشوفة لحد ما الملوخية تبرد تماما، عشان برضو لو غطيتيها هتسقط معاكي. جبت بقى الطاسة بتاعتي، حطيت فيها معلقة من السمنة، يفضل يكون سمنة فلاحي، وحطيت فيها معلقة كبيرة مليانة من الثوم المفروم. قلبت الثوم مع السمنة كويس جدا على النار. اول لما يبتدي ياخد لون حطيت معلقة صغيرة من الكزبرة الناشفة. واول ما الثوم او الطشة بتاعتي خدت اللون اللي انت شايفاه ده، ابتديت انزل بيها على الملوخية. شايفين الملوخية لونها وقوامها وشكلها عامل ازاي؟ جربوها بالطريقة دي ولا غلطة، هتعجبكم جدا. ده غير ان هي لما بتبرد كمان وبتيجي تسخنيها بيبقى كأنك لسه عاملاها دلوقتي.
وشايفين الشوربة الأساسية اللي اتفضلت عندي مع إني خدت منها 3/4 وزودت الباقي مية، إلى إنها برضو لونها حلو جدا وصافية كده ومركزة وطعمها حلو. جربوها إن شاء الله تعجبكم.